الزبدة ما بطول عليكم أكثر من كذا، حطوا لايك وخشوا على القصة. اسمي شاوون وعمري 23 سنة. أنا عارف أغلبكم حيقولوا لي اسمك غريب، بس صدقوني قصتي أغرب. أنا عربي وأغلب اللي حولي مسلمين إلا أهلي، حتى عمي اللي هو أخو أبويا مسلم، بس أنا ما أدري ليش أبويا اختار دين غير دين الإسلام. عائلتي عائلة غنية جدا لدرجة إنه أنا بعمر 23 عندي 5 سيارات فاخرة، وفعليا أي شيء أطلبه يجيني على طول بسبب ثراء أبويا اللي تقدروا تقولوا عنه ثراء فاحش. بس في نفس الوقت عائلتنا كانت عائلة منبوذة جدا جدا جدا، ما حد يحتك فينا لا من أقارب ولا من جيران، وما حد يحبنا. أنا بعمر 23 ما عندي أصحاب، كل اللي معانا في الحارة يكرهونا كره العمى، يعني ما أدري ليش. ولو تبوا الصراحة سمعة أبويا ما كانت كويسة، كانت سيئة الأسباب مجهولة. عموما ما علينا من ذا كله. كان عندنا منطقة غريبة جدا في الحارة، منطقة مقفلة اسمها المشهور في الحارة حارة الجن. وعلى كلام الناس المكان هذا مرتبط بثراء أبوي. خلوني أقول لكم إيش قصة المكان هذا. في 1990 سكان الحارة هذه كانوا أغنى أغنياء العالم، بس الشيء الغريب في الموضوع إنه سكان الحارة هذه ما حد يعرف عنهم شيء إلا الناس اللي دخلوا الحارة هذه، ومن ضمنهم أبوي. كان معروف إنه اللي يدخل الحارة هذه يطلع منها ثراء فاحش، وفي نفس الوقت كانوا في ناس يدخلوا بس ما كانوا يطلعوا، وكأنه بيعطوك اختبار إذا فشلت فيه خلاص تموت، وإذا نجحت فيه حياتك تتغير 180 درجة. عموما زي ما انتم عارفين أبويا دخل الحارة هذه وطلع منها غني، وكل ما أسأل أبويا إيش سبب خروجك من الحارة هذه ثري تتغير ملامح وجهه ويعصب علي. المهم في سنة 1992 على كلام الناس إنه في شخص اتسلل لحارة الأغنياء، وبعد ما دخل ب 24 ساعة الحارة انفجرت. بس الانفجار ما كان طبيعي. هنا الشرطة وسيارات الإسعاف والمطافي اتجهوا للحارة، وهذه كانت أول مرة في التاريخ يتجرؤوا رجال الأمن إنه يدخلوا الحارة هذه. 54 شخص دخلوا الحارة، وكل الناس كانت مترقبة من بعيد. عدت ساعة، ساعتين، 3، بعد 4 ساعات بالضبط انقطع الاتصال مع كل الاشخاص اللي دخلوا الحارة، والحريق كان مستمر لدرجة انه الدنيا اظلمت بسبب دخان الحريق، يعني كنا صباح فجأة صرنا ليل. بعد ساعات من اختفاء ال 54 شخص اللي دخلوا الحارة، المسؤولين حسبوا انه العدد اللي ارسلوه ما قدروا ينجزوا المهمة، فقرروا انه يرسلوا نفس الاشخاص دبلهم 3 مرات، يعني ارسلوا 162 شخص. وبعد كم ساعة صار نفس الشيء بالضبط، اختفوا كل الاشخاص اللي دخلوا جوا. هنا كان صعب انه يرسلوا عدد ثاني ويضحوا بارواح رجال الامن، فاصدروا قرار انه ما حد يقرب من الحارة هذه، وسابوا الحريق زي ما هو. الشيء اللي صار انه بعد يومين او اقل الحريق بدا يختفي تدريجيا بدون تدخل اي جهة، وبعد 3 ايام بالضبط الحريق اختفى. يعني لو مريت من الحارة مستحيل تصدق انه قبل 3 ايام كان في حريق قوي. اليوم الرابع بدوا سكان حارتنا يشموا روايح جدا كريهة، ولما اتبعوا الريحة اكتشفوا انها طالعة من حارة الاغنياء. كلهم اتجهوا لحارة الاغنياء، ولما وصلوا هنا كانت الصدمة. لقوا 216 جثة مرمية قدام حارة الأغنياء. دقيقة، تتذكروا كم شخص من رجال الأمن دخلوا الحارة؟ 54 ضرب 4 يساوي 216 شخص. أعتقد الآن عرفتوا قصة حارة الجن وليش سموها بهذا الاسم. خلونا الآن نرجع للواقع. كنت دائما أسأل نفسي ليش اسمي غريب؟ إيش اللي شاوون؟ جني أنا ولا إيش؟ وبرضه ليش كل الناس تكرهنا؟ وأصلا إيش جوة الحارة هذه؟ كنت متأكد تماما إنه أجوبة الأسئلة هذه كلها حلقاها جوة الحارة هذه، بس ماني إنسان مجنون وغبي عشان أدخل الحارة هذه وأضحي بنفسي. في نفس الوقت الفضول قتلني. مرت الأيام والأسابيع وكل شيء كان تمام، لين ذاك اليوم اللي سمعنا فيه وفاة أبوي. اللي نعرفه باختصار انه طبيعة شغل ابوي انه يتنقل من منطقة الى منطقة، وما نعرف شغله اساسا. فسمعنا وفاة ابوي في المنطقة الفلانية